السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. دي أخبار الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. الزمالك راح اليوم من التدريبات ويستأنف تدريباته يوم الاثنين استعدادا لسموحة في الدوري. فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على أسيوط بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية. وأحرز أهداف الزمالك ياسين حافظ هدفين، وأحمد خالد السنبوك وعمار ياسر بواقع هدف لكل منهما. فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 89-84، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في 20 من أكتوبر الحالي بالبحرين. يواجه الزمالك نظيره سموحة السكندري في 7 مساء يوم السبت 21 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري. ملخص ما جاء على لسان عبد الواحد السيد في ظهوره التلفزيوني بالأمس. عبد الواحد السيد: قبل مواجهة بيراميدز عندما صعدت إلى الأتوبيس بسأل على حسام عبد المجيد لم أجده، الإداري بحث عنه لمدة 7 دقائق لم يعثر عليه، اللاعبون حاولوا التواصل معه ولكنه لم يرد عليهم، لذلك تم توقيع عقوبة عليه. وأضاف حسام عبد المجيد: ترك معسكر مباراة بيراميدز دون أن يخطر أي فرد من الجهاز الفني إلا اللي عملوا كارثة، اللي كان بره المعسكر مثل زيزو حضر المباراة وانت داخل المعسكر تمشي. وأوضح اللاعبون كان لا يتم توقيع عقوبات مالية عليهم الموسم الماضي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. عبد الواحد السيد: إمام عاشور تحدث معي للعودة للزمالك قبل توقيعه للأهلي، والأمر توقف بسبب الأمور المادية. وتابع أسوريو هو من طلب استمرار عبد الله جمعة وهو في حالة تركيز الآن، وأكد شيكابالا يمكنه الاستمرار مع الزمالك لموسمين وسأحزن بعد اعتزاله. واختتم: خطوة مستقبلية أفكر فيها وهي خوض انتخابات الزمالك والعودة لمجال الإعلام. مدحت عبد الهادي: جمهور الزمالك هو الداعم الحقيقي ورقم واحد بالنسبة لنادي الزمالك. دعم الجمهور كان السبب في العروض القوية الأخيرة أمام أرتا سولار بالكونفدرالية وبعدها البنك الأهلي في الدوري المصري. وأشار: نطالب الجماهير بمزيد من الدعم من أجل استمرار الانتصارات، اللاعبين يحتاجون إلى دعم من أجل تقديم مستويات جيدة. وشدد: اللاعبين قادرين على المنافسة على كل البطولات، أنا أثق بهم. نفس اللاعبين نجحوا في تحقيق الدوري مرتين وكأس مصر ويستطيعون تحقيق كل البطولات مع الدعم. واستكمل: في حال عدم قدرتنا على إبرام صفقات نستطيع أيضا باللاعبين الحاليين المنافسة على البطولات، ولدينا لاعبين كبار آخرين. عمر جابر مؤخرا يقدم مستويات مميزة. عبد الواحد السيد: أسوريو لا يخرج أجازات كثيرة، الأجازات تكون مرتبة، السفرية الأخيرة كانت في لندن ليأخذ محاضرات ولم يسافر إلى كولومبيا. وأضاف: والدة أسوريو كانت تعبانة وكان يسافر وفرق التوقيت كان يجعله يظل مستيقظا يوما كامل وهذا أثر على تركيزه. وأكد: الجهاز الفني استغل فترة الراحة التي منحها للفريق من أجل السفر إلى الخارج لإنهاء بعض الأمور. وقال أن المدرب سيعود للقاهرة يوم الاثنين لقيادة تدريبات الفريق ولا يوجد ما يستدعي للقلق من جماهير الزمالك. عبد الواحد السيد: أرى في بداية الموسم بالدوري هناك تحامل كبير على الفريق من الحكام، الجمهور يشعر بالظلم. كابتن محمد عادل عندما تحدث عن الاحتواء: أنا ممكن الآن أتحدث عن الاقتناع مثل ما صرح أمين عمر. وأضاف: أنا تقدمت بتظلم ضد عقوبة محمد عواد ولا أعتقد أن الأمر سيتغير، لابد أن يكون في رد فعل عندما يحدث قرار خاطئ من الحكام. وعن إيقاف مترجم أسوريو للمرة الثانية: أنا لم أرى أنه فعل شيء، كان يشجع اللاعبين في الممر ولكنه لم يتلفظ ضد حد. وتابع: الناس تقول لي لماذا لا تذهب للحكام وتتحدث معهم، هل من مهام مدير الكرة أن يتشاجر مع الحكام؟ هذا أمر خاطئ، أنا ممكن أذهب للحكام في الغرفة وأتحدث معه بهدوء أو أتحدث في الإعلام. وأكمل: لكن في الملعب أنا رئيس الجهاز، لو أنا تشاجرت هيبقى مهرجان في الملعب. أنا أقول للجماهير ليس معنى أنني لا أتشاجر مع الحكم أنني ضعيف، لا، أنا أعرف كيف أجلب حق النادي، لكن هذا الأمر ليس في كل وقت، ممكن في مرة الأمور تفلت مني. عبد الواحد السيد: بنسبة كبيرة الزمالك سيحصد بطولة هذا الموسم بإذن الله، سنحصد الكونفدرالية وسننافس على الدوري بشكل كبير. وتابع: عندما جلست مع أسوريو في بداية الموسم قلت له أما أن نحل أزمة القيد أو ندفع مستحقات اللاعبين، واتفقنا على منح اللاعبين جزء من مستحقاتهم المتأخرة، وعندما يأتي المجلس الجديد يدير النادي ويضم لاعبين في يناير وأكمل فترة الإعداد جاءت متأخرة. ماذا يحدث لو كنا طلبنا من اللاعبين خوض فترة الإعداد مبكرا ولم يحصلوا على مستحقاتهم
مستحقاتهم، ولم يحدث أن اللاعبين رفضوا نزول التدريبات بسبب عدم الحصول على رواتبهم، واختتم اللاعبين وجدوا أن المسؤولين يحاربون من أجل توفير مستحقاتهم فقط. حدث هذا الأمر مرة واحدة، وكانت عبارة عن تأجيل التمرين من الصباح إلى المساء، وكان هذا وقت مجلس مرتضى منصور. بسؤاله هل تعتمد على شيكابالا في بعض الملفات، رد عبد الواحد: بالتأكيد يحدث، وأطلب منه أن يتحدث مع اللاعبين في بعض الأمور مثل أزمة محمود علاء. وأشار: أنا مثلما اتفقت مع اللاعبين على أنني أحارب من أجل مستحقاتهم أن يكون هناك قرارات في حالة حدوث تجاوز أمام الجميع، والموضوع انتهى واللاعبين بينهم روح جيدة، وهذا ينعكس في الملعب. عبد الواحد السيد عن فكرة الاستغناء عن محمد صبحي أو عواد: عندنا حارسان صاعدان سيكونا من أفضل الحراس في مصر، والتجديد لصبحي وعواد ملف مهم. وأضاف: أنا تحدثت مع نادر السيد بشأن عودة نجله للزمالك، وهذا ممكن يكون حل، وسيكون في عرض لصبحي وعواد من أجل التجديد وسنرى الأمر. عن أزمة المهاجم يوسف حسن، أوضح عبد الواحد السيد: سيجري العملية خلال يومين. عندما توليت المسؤولية تحدثت معه أكثر من مرة. الفترة الماضية انشغلت عنه لأنني كنت مشغول في 500 ملف. وأكمل: كان الدكتور محمد أسامة يتابع حالته ومستحقاته تخرج من قطاع الناشئين، والمشكلة إنه كان يتم تغييبه في القطاع وهو معنا في الفريق الأول، وأنا قمت بحل هذه المشكلة وسيجرى العملية خلال يومين. عبد الواحد السيد: لن أتحدث عن ملف فتوح، ولكني جلست مع خالي اللاعب الحاج سمير بناء على رأي الإدارة وتحدثنا في بعض الأمور ولم نتفق. وأشار: لكن أنصح اللاعب بأن يضحي بجزء من أجل النادي والنادي يضحي بجزء. الملف ممكن يكون صعب أو سهل، الأمر يتوقف على المجلس الجديد. ووجه رسالة لفتوح بشأن ملف تجديد تعاقده: أنت أحد كباتن نادي الزمالك ومن العناصر الهامة في الفريق، لكن أولا وأخيرا تحسبها وفقا لإمكانيات النادي. وأضاف: أنا أعرض على الإدارة طلبات اللاعب وهم أصحاب القرار، وإن شاء الله خير. أولا وأخيرا القرار في يد فتوح، وبالتأكيد المجلس القادم سيكون عنده أولوية التجديد لفتوح وصبحي وعواد ومحمود علاء. عبد الواحد السيد: أنا لا أتحدث في الأمور الفنية، لكن المدرب يجعل كل معاونيه يضعون تشكيل المباراة، والجهاز المصري تكون له وجهة نظر. وأضاف: أسوريو تكون عنده وجهة نظر مختلفة، وفي الآخر هو القائد وصاحب القرار. وتابع أسوريو يتحدث معي وأنا أنقل له وجهة النظر، ولكنني لا أتحدث في الأمور الفنية، لكن أحيانا أقول له ممكن تسمع للجهاز المعاون، أحيانا يطبق ذلك وأحيانا لا. ويقول لي: أنا أعرف الزمالك وأنه نادي كبير وأعمل وفقا للإمكانيات الفريق. وأوضح أسوريو يقول أنه يلعب كل مباراة على حسب الخصم ويحب الكرة الهجومية حتى لو تعرضت للهجوم. وأكمل مباراة أرتا سولار في الذهاب لعب بتشكيل، وفي مباراة الإياب قلت له ممكن تلعب بنفس التشكيل. قال: أنا لعبت به وخسرت 2-0، هو يريد أن يشرك كل اللاعبين حتى يصل لمرحلة تثبيت التشكيل. واستطرد أسوريو له مستحقات شهرين وحصل على نصف شهر فقط، والمدرب يصبر ولا يفعل مثل المدربين الأجانب الذين يتقدمون بشكوى حال عدم حصولهم على الراتب. عبد الواحد السيد: قلت للاعبين بين شوطي مباراة أرتا سولار يجب أن نركز، عندنا القدرة على العودة، وتركنا اللاعبين يتحدثون مع بعض واللاعبين شعروا بالخطر. وأضاف: قلت لهم هذه المباراة ستحدد مصيرك في الموسم. في كسرة نفس كانت موجودة، لكن رد فعل اللاعبين في الشوط الثاني كان مختلف. وتابع أوباما: طلب من الطبيب أن يلعب، وأشكره جدا، كان في ناس كتيرة جت كتير عليه، وهو لاعب مميز، لاعبو الزمالك رجال وأنا أعرف ذلك لأنني أعيش معه. ولم يعد الحديث عن الأمور المادية كثيرا لأنهم يريدون أن يسعدوا الجماهير. وأوضح: مباراة أرتا سولار حاولت أن أجعل أكبر عدد من الجماهير، وطلبت حضور 50,000، وقمت بتوزيع أكثر من 70% من دعوات المباراة على الجماهير الحقيقية لنادي الزمالك، وفزنا بالمباراة وفرحنا. نحن نعرف كيف نفرح حتى لو مباراة في دور 32. عبد الواحد السيد: سبب تأخر معسكر الإعداد، أسوريو طلب مني وحدات معينة للتدريب قبل بداية الموسم، وكان له مستحقات مالية متأخرة لم يحصل عليها ورفض نزول التدريب. وأشار: هو مدرب مميز رغم أنني أعرف الانتقادات التي ينالها، ولكنه مدرب جيد وتحمل الكثير، وطبيعي عندما يكون اللاعب غير مضغوط وعنده استقرار ذهني سيعطي كل ما عنده. وتابع اللائحة كما هي بها بعض القصور، وسأجلس مع مجلس الإدارة الجديد، وأنا سلمت كل لاعب اللائحة بعد أن حصلوا على مستحقاتهم، وقلت لهم هذا لكي أحاسبكم نهاية الموسم، مثلما حصلتم على أموال يجب أن نحصد بطولات. عبد الواحد السيد: عندما توليت المسؤولية كان الحال في غرفة الملابس مش كويسة، تحدثت مع الكباتن الكبار لضرورة إعادة النظام. اللاعبون كان عندهم مشاكل مالية كبيرة وكنت لا أريد أن أضغط عليهم، لكن تم حصول اللاعبين الآن على جزء كبير من مستحقاتهم عن الموسم الماضي، حوالي 25%،
وتقريبا نفس النسبة عن الموسم الجديد. واختتم: أنا مريت بنفس الظروف التي يمر بها اللاعبين عندما كنت لاعب، وأعرف أن اللاعبين كانوا مضغوطين في الملعب ويفتقدون التركيز، لكن تحدثت مع اللاعبين في هذه الأمور وطالبتهم بالتركيز في الملعب واستجابوا. تبرع سيد عبد الله نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ب 300 طقم رياضي لجميع فرق البراعم بالفارس الأبيض، وذلك بواقع طقمين لكل طفل بالقطاع للمساهمة في حل بعض الأزمات التي يمر بها النادي. وحرص سيد عبد الله نيمار على منح اللاعبين الأطقم الرياضية الخاصة بهم. وأكد طارق يحيى المشرف على مدرسة الكرة بالزمالك أنه تسلم اليوم ملابس للبراعم في جميع الأعمار السنية تبرع بها سيد نيمار، موجها الشكر للاعب على تلك الخطوة وحرصه على دعم القطاع. ووسط أجواء باردة وممطرة، أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول تحت قيادة مديره الفني روجيه ميكيلي استعدادا للقاء ودي مهم وقوي أمام نظيره أوزبكستان الاثنين في تاشقند. وقام ميكيلي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين: مجموعة قامت بالتدريب على بعض الجمل الفنية وقادها البرازيلي تياجو المدرب العام، وساعده ليوناردو مدرب الأحمال، وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك. بينما قادت المجموعة الثانية تدريبات استشفائية طبقا للبرنامج متفق عليه مع ميكيلي، وقام بتنفيذه دكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وساعده أحمد عبد الحكيم أخصائي التأهيل. شهد التدريب تواجد الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة في طشقند، ومحمود حرب المدير الإداري الذي رتب للمعسكر بسفره المبكر ومعاينته الميدانية للملاعب والإقامة، وهو الأمر الذي سهل الكثير على أفراد البعثة. جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري الأول: مباراة ستكون قوية أمام أشقائنا المصريين، وواصل: منذ زمن لم نواجههم ديربي إفريقي أمام فريق يمتلك إمكانيات عالية، مباراة قمة وإن شاء الله تكون جميلة. وأشار: التصفيات الإفريقية كانت صعبة خاصة وأننا آخر نسخة من كأس الأمم لم نكن في المستوى، إن شاء الله البطولة القادمة نكون في المستوى ونصل لأبعد نقطة. واستطرد بغداد عنده إصابة وهو لاعب ذو مستوى عالي، ونحن نتابع اللاعبين وإن شاء الله يكون موجود في البطولة. وأتم: مباراة مصر ستكون قوية ونحتاج هذا المستوى دائما، المواجهة بين المنتخبين تكون قوية على مستوى كل شيء، وإن شاء الله الجمهور يكون سعيد بكرة القدم التي ستلعب. أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي: ناصر منسي مهاجم الزمالك بالطبع اسمه مطروح أمامنا، وسوف نطلب التعاقد معه من فريقه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي حال وجود رغبة لديه في العودة إلينا مرة أخرى. محمد فاروق: قرر كولر مراقبة النيجيري فيبو إيكيم لتحديد موقف الأهلي بالتعاقد معه من عدمه، خاصة أن المدير الفني لم يقتنع حتى الآن بالفرنسي أنتوني موديست لقيادة خط الهجوم. وأضاف: كولر يرغب في ضم مهاجم إفريقي شاب تحت السن بعدما فشل الفرنسي أنتوني موديست في تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني وجماهير الأحمر حتى الآن. هاني حتحوت: الزمالك يرغب في ضم فابيو أوكيم لاعب بلدية المحلة بعد تألقه خلال 3 جولات في الدوري. وأضاف: تحدث الزمالك مع مسؤولي بلدية المحلة بشأن حدوث صفقة تبادلية بين النيجيري فيبو أوكيم لاعب المحلة وسامسون إيكينولا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد حل مشكلة القيد ورفع الإيقاف عن النادي. وأضاف: مسؤول زد طلبوا التعاقد أيضا مع النيجيري فيبو أكيم لاعب بلدية المحلة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في مباراة زد على استاد القاهرة. أبرز تصريحات المرشحين على انتخابات نادي الزمالك القادمة: سيف الإسلام محمد المرشح على عضوية نادي الزمالك: لا يوجد ما يمنع الأعضاء من التصويت في الانتخابات لعدم دفع القيمة المضافة. وعماد البناني طلب بتحصيل ما يقرب من 50% للتصويت، وطابع تعنت على القرار: وطالبت بدخول كل الأعضاء للتصويت ولا يوجد بند قانوني يؤكد بضرورة دفع القيمة المضافة، وكان لابد من حماية الانتخابات من الطعون. وأضاف: لا يوجد فرق بين العضو القديم أو الجديد، واللجنة الحالية التي تدير النادي تحاول بذل الكثير من الجهد، وبالتالي لابد من عدم وجود أي ما يعيق العملية الانتخابية. واختتم: هناك طعون أخرى سواء على حسين لبيب المرشح على رئاسة النادي وحسام المندوه، وهدفنا هو إقامة انتخابات صحيحة. هشام يكن: اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك يعني إلغاء عقول الناس، أنا بتحدى أي حد وعمري ما ترددت إني أنزل مستقل. وأضاف: كل الناس اللي نازلة لهم كل التقدير والاحترام، ولكن ليه عاملين قائمة موحدة ومين بيدعمها؟ وأحمد سليمان كان ضد حسين لبيب ومرة واحدة بقى مترشح عضو،
واختتم في اتفاقيات في انتخابات الزمالك، ومش عايزين ده، احنا عايزين كل واحد داخل بشخصه يخدم نادي الزمالك. حسين لبيب: نحن قائمة موحدة، وحال نجاحنا سيكون مجلس جماعي في القرارات والاختيار في جميع الملفات، وسيكون هناك لجان فرعية معنا أيضا، وأردف المنافسة في الانتخابات قوية جدا على جميع المناصب، والجميع يتسابق من أجل خدمة النادي، ولا أحد ضامن نجاحه، والهدف في الآخر مصلحة نادي الزمالك وعودة جميع الرموز هي المكسب الأكبر حاليا داخل النادي. واختتم: لا أفكر في الطعون ولا أقلق أبدا، خاصة وأنها تقول أنني لست عضوا في النادي أو لاعب في فريق اليد، وتركيزي حاليا في الانتخابات. هشام نصر: القائمة الخاصة بنا تؤمن بالتخصص، لذا هناك ملف خاص باستعادة الصورة الذهنية للزمالك وهو خاص بهاني شكري. النادي عانى في الفترة الماضية من الصورة السيئة وعن الأزمة المالية، وأضاف: هناك مجموعة من رجال الأعمال الزملكاوية تقوم بالتبرع للنادي من أجل حل الأزمة. وأكمل: سوف يكون هناك تفاهم مع الأشخاص التي لهم ديون عند نادي الزمالك لتقسيطها، وهناك كارثة من خلال وجود راع واحد فقط للنادي، لذا نسعى لزيادة عددهم وعن تصوره لحل أزمة القيد ومستحقات اللاعبين. أكمل: بدأنا في حل بعض من هذه المشاكل في جميع الألعاب الخاصة بالنادي، وذلك من خلال صندوق التبرع للنادي، وعن إمكانية وجود شركة كرة داخل نادي الزمالك. وصل: شركة الكرة يجب أن تتكون من أناس تفهم في إدارة الأعمال، وسيكون لكرة القدم أشخاص متخصصين لإدارتها بشكل قوي. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.